بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ كلامي يا حبايب قلبي سمعوني الصلاة على النبي، زيدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقبل ما نقول هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايب قلبي، اهدوني من ايديكم الحلوة دي بأحلى لايك بأحلى اشتراك يا حبايب قلبي. تسلم لي ايديكم يا رب العالمين، يومكم كله هادي ونادي ومليان عليكم وعلينا اجمعين بالرضا والسعاده من رب العالمين. قولوا امين يا حبايب قلبي. انا حبايب قلبي طبعا دلوقتي داخله على وقت عشاء، فطبعا الحمد لله النهارده كان الاكل اللي عندي من امبارح قضيت بيه الحمد لله رب العالمين بالف صحه وهنا عليا انا واهل بيتي، وخلص الحمد لله. طبعا دلوقتي داخله على عشاء، فعايزه بقى اعمل ايه، اجهز حاجه تكون ايه سريعه كده وحلوه لاهل بيتي. تعالوا يا حبايب قلبي اوريكم اللي هنعمله. عندي حبايب بشرتها وبشرتها، عندي فلفل حامي على فلفل بارد، عندي كوسه قشرتها وبشرتها، عندي بصل، عندي قوطه برضو قطعتها حتت صغيره، ومعلقه هريسه، وعندي بيضايه. طب هتعملنا ايه ده كله بقى يا ستي؟ بسيطه. انا هاخد كل خضارنا الحلو ده ونستنهزها فرصة. لما نقول خضار يبقى اللي عنده سواء عيال كبيرة أو صغيرة وما بيحبش الخضار نستنهز الوصفة بتاعتي دي إن أنا أدخل الخضار الحلو ده بالذات الكوسة، لأن معروف معظم الأطفال أو الكبار ملهمش في الكوسة. استنهزي يا حبيبة قلبي إن أنت هتعملي أي وصفة دخلي فيها خضارك الحلو الجميل ده، لأنه فيه قيمة غذائية عالية حبيبة قلبي. تعالوا بقى نشوف هندخل خضارنا ده في ايه يا حبيبة قلبي. انا قلت وصفتنا دي هندخلها في قلب العيش الحلو ده العيش اللي انتوا شايفينه صغير ده. العيش ده انا لسه جايباه النهارده، واتخانقت مع اللي بيدي العيش، بقول له هو ده يا ابني عيش ده يا ابني؟ ده انا لو رحت اجيب قرص من الفرنه هتبقى القرص اكبر منه. بص لي كده انا عارفه اللي بيستلقى العيش من على السير ده ما ذنبوش حاجه، الا بصدفتها خرج ايه اللي هو ايه، انا شايف هدومه بقى مليانه دقيق ومش عارفه ايه. قلت ده، قلت له انت اللي بتقرص العيش ده؟ قال لي اه. قلت له ده عيش ترضاه على اهل بيتك وعلى نفسك، ده عيش تاخد منه؟ امال هاخد عيش مخصوص؟ قلت له اه تاخد عيش مخصوص، لكن احنا ناخد العيش اللدعه ده. ها، كل اللي قلته حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ما بعرفش ادعي على حد، لكن قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل، فوتنا الامر لله. بقول للست بقى اللي بتضرب الكوبونات والبطايق، بقول لها ده منظر عيش؟ قالت تصدقي وتؤمني بالله انا واحده عندي السكر ربنا يا رب يشفاه ويعافيه، قالت لي المفروض ان اكل رغيف واحد في اليوم عشان الرغيف صغير بالمنظر اللي انتوا شايفينه، عشان ما تقولوش ايه انت يا ستي بس رحتي تجيبي عيش مخصوص عشان تقولوا له عيش صغير تحطي فيه حشوتك دي. قسما بالله انا ما اعرف ان انا هعمل الاكل دوه. انا بقول لكم انا دلوقتي داخله على وقت عشاء، يعني انا اتغديت انا واهل بيتي من العيش دوه. رحت قمت ايه، قالت لي ايه انا باكل رغيفين وما بشبعش. قلت لها ده انت لو كلت 4 ما تشبعيش. اقول لكم فوتنا الامر لله وربنا يعدينا منها على خير. حبايب قلبي ما طولش عليكم، وروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. انا يا حبايب قلبي جبت طاسه فيها معلقه سمنه فيها شويه زيت ادحوه، نزلت بالبصلايه بتاعتنا، مجرد ما تدبل ننزل باللي بعده حبايب قلبي. وبعد ما البصل بتاعنا دبل يا حبايب قلبي انزل بقى بالفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى بالبطاطس المبشوره بتاعتنا حبايب، انزل بقى بعدها يا حبايب قلبي بالكوسه بتاعتنا المبشوره برضو هقلبها. دلوقتي بالطماطم بتاعتنا حبايب قلبي والهريسه. هنزل دلوقتي يا حبايب قلبي بالملح المتبهر بتاعنا واقلب بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى دلوقتي يا حبايب قلبي على خليطنا دوه بنص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، واسيبه بقى يتسبك مع بعض لحد ما ينشف ويستوي. يا حبايب قلبي الخضار بتاعنا بعد ما استوى ونشف خالص من ميته، هنزل بقى بالبدايه بتاعتنا اللي انا حطيت عليها سنه ملح متبهر وسنه فلفل عشان الزفار، هحطها وهقلبها. وادي يا حبايب قلب الخضار بتاعنا اللي كله كالسيوم وفيتامينات ومعادن وبروتين، يعني بسم الله ما شاء الله مغذي من كل حبيبة قلب. هيهدى كده ويبرد ونروح نحطه في العيش بتاعنا. ادي يا حبايب قلبي خلطتنا بعد ما بردت، جبت العيش فتحته فتحة صغيرة كده زي ما انتم ما شايفين، واحشي بقى فيه كده اهو وافرد فيه الخلطة بتاعتنا. حبايب قلبي
احشي بقى الكميه بتاعتنا كلها واقول لكم هنعمل ايه. يا حبايب قلبي العيش بتاعنا بعد ما حشيناه الحشوه الجميله دي، عملت منه عيش كامل، رغيفه كامله، وعملت منه انصاص عشان برضه لو في اهل بيتك بيحبوا برضه الرغيفه اهو، بيحبوا الانصاص اللي سندوتشات اهو، تقولوا عليه بقى حواوشي التوفير، حواوشي الاقتصادي، حواوشي الست الشاطره اللي بتبدع وبتخترع في مطبخها، حواوشي الهنا والسعاده عليكم. تعالوا حبايب قلبي على البوتاجاز اقول لكم هنعمل فيه ايه. انا جبت طاسه يا حبايب قلبي، هدهنها زيت، هدهنها انا مانيش عايزاه زيت كتير اهو، يسخن عندنا واقوم حاطه العيش بتاعنا. ادي يا حبايب قلبي عايزاه يتشمح كده وياخد ايه سنه قرمشه حلوه جميله، وبدقيقتين واقوم قلباه على الناحيه التانيه. وادي يا حبايب قلبي الاكل بتاعنا الجميل، العشاء الحلو، الغدا، قولي زي ما تقولي. ده ايه ده يا ست بسيطة؟ ده حواوشي الست الشاطرة، حواوشي ست بسيطة البسيطة، حواوشي الست اللي بتدخل في المطبخ وتبدع وتخترع، حواوشي الست اللي لما تسمع وصفة في مطبخ الست بسيطة وبنوتتها تقوم وتعملها، ما بتسمعش من هنا وتفوت من هنا، اللي تسمع من هنا يا حبايب قلبي وتفوت من هنا دي تبقى ست بكبوكة حبايب قلبي، ما تزعلوش مني. ليه؟ لأنها بتسمع وتفوت، يبقى عمرها ما هتتقدم في مطبخ يا حبايب قلبي. اما اللي تسمع وتنفذ وبعد كده تحكم دي بتبقى ايه؟ بتجدد، بتبقى عندها كده زي ما تقولوا كده نشاط وحيويه لكل حاجه تسمعها كده انها تقوم وتعملها. حبايب قلبي الف صحه والف هنا على قلوبكم. بصوا حبايب قلبي اهو، اهو بسم الله ما شاء الله. ادي يا حبايب قلبي حواوشي اللي احنا عملناه على البوتاجاز يا حبايب قلبي، الف صحه وهنا على قلوبكم. هتقولي يا ست بسيطه طب لو انا عايزه اعمله في قلب الفرن، وماله يا حبيبه قلبي، هتدهني وشه زيت وظهره زيت وعلى الشبكه بتاعه الفرن، وهتحطي الكميه بتاعتك 5 دقايق وتقومي قافله عليه، هتلاقي وشه وظهره بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي. تعملي جنبه بقى يا حبيبة قلبي طبق سلطة حلو، شوية طحينة زي كده، بنوتي كانت عاملة طحينة خام، رحت واخدة منها شوية، ولا بتعملها حلوة قوي اطلبوها منها ما بيني وما بينكم كده، قولها ايه يا بنوتة عملنا الطحينة الخام بتاعتك الحلوة. خدتها حطيت عليها شوية زيت، شوية ملح مبهرين، سنة خل، ليمون، حته تومه مدقوقه كده عندك بسم الله ما شاء الله. تعمل اهو الف صحه والف هنا، عشا جميل يفتح النفس. قومي واعمليه وجربي وبعدها تحكمي. ما تنسونيش يا حبايب قلبي باحلى لايك، باحلى اشتراك من ايديكم الحلوه، تسلم لي ايديكم، وبدعوه منكم حلوه للست بسيطه، سعاده وبالرضا من عند ربنا. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.